ماسكه ابنها ضرب 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 في الشارع. يا فاشل، يا قليل الادب، يا خراب، كلام كتير. الطفل في ايديها حوالي 4 سنين ونص كده، 5، يعني ما دخلش لسه المدرسة، والواد هيموت في ايديها من العيط، ودي مفيش رحمة، ضرب بغل. المنظر يستفزني يا جماعة، فبقول لها حرام عليكي سيبي الواد، ليه بتعملي في كده؟ قالت لي ابعدي ابعدي يا ابله، انت ما تعرفيش عمل ايه. قلت لها عمل ايه؟ ده لو قتلك قتيل مش هتعملي فيه اللي انت بتعمليه ده. عمل ايه؟ تخيلوا الولد الغلبان ده عمل ايه للضرب. الهانم اشتريت له لعبة بتقول ب30 جنيه، والولد بوظها ومسك المفك بيحاول يصلحها. قلت له الدنيا غالية ودب، والدنيا غالية ودب. فالواد وهو عمال يعيط ومتشنف، قلت له حبيبي انت بوظت اللعبة ليه؟ قال لي انا فكيتها وكنت بحاول اصلحها، مسكتني ضربتني، بتعلم ازاي اركبها تاني. طبطبت عليه قلت له برافو عليك، انت كده ممتاز. قال لي بس امي بتقول لي يا فاشل. قلت له مع احترامي ليها، هي اللي فاشله في تربيه الولاد. يا مدام، التربيه مش اكل وشرب ولبس وبس، التربيه ثقه، تربيه حاجات كتير قوي، للاسف الشديد ما هيش فيكي. الشاعر صدق لما قال الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. انت اللي فاشله مش ابنك، ما تسيبيه يجرب. ردت قالت لي ما انت لو كان عندك ولاد وعملوا اللي ابني عمله كنت حسيتي باللي انا عملته معاه. بصت لها وضحكت، قلت لها على فكره انا ولاد اخواتي كلهم كانوا بيبوظوا لعب. ابن اخويا عقبال ما تشوفي ابنك ده زيه، زمان وهو طفل جبت له قرد، كان وقتها طالع موضه القرد اللي بيطبل. قلت لها جبتهوله واديتهوله الصبحيه لان ما عرفتش اديهوله يوم ما جبته، لقيته كان نايم. تاني يوم الصبح اصريت ياخده قبل ما اروح الشغل، وعلمته ازاي يشتغل، كان شغال بزنبلك. رحت الشغل وجيت لقيت القرد مش شغال، بسأله بوظته ليه يا احمد؟ قال لي لقيت الجو حر صعب عليا قلت احميه، من ساعة ما استحمى وهو مش عايز يشتغل. قلت له ما ضربتوش وما زعقتلوش. قلت لها عادي، احنا بنجيب الالعاب عشان الولاد تلعب بيها وتبوظها، مش عشان تحنطها. قلت لها وقيس على ده كتير. قالت علشان كان صغير، ولعبة تلاقيها كان القرد وقتها سعره مش غالي زي دلوقتي. قلت لها طيب ابن سعيد اخويا سليم لعب في الغسالة حرق لي الكارتة، الراجل كان عايز 1200 جنيه، خد بالعافية سنتها 800 جنيه. الكلام ده السنة اللي فاتت. الكارثة مش في 800 جنيه بقى، الكارثة الغسالة فضلت 15 يوم عطلانة على ما يصلح الكارتة. بقيت عاملة زي اللاجئين اغسل لي هدومي انا وامي عند اخواتي. ما زعقتش لابن اخويا، معادي فداه. قالت عشان طفل، لكن ده كبير، ده 5 سنين، لو كان كبير شوية وغلط كنت ضربتيه. قلت لها اوكي. اقربها وقام امبارح عايزة تعمل فازة في بالونة، جابت اسمنت ابيض دوبته
وعبيته في ازازة المية، ونفخت البالونة وحطت الاسمنت الابيض وربطت البالونة، وفضلت راحة جاية بيها. عملت بالونتين، واحدة صغيرة كده وواحدة كبيرة شوية، وقعدت فترة البلالين. جت تفتحهم، واحدة هوت والتانية الكبيرة بتفتحها فرقعت. الاسمنت الابيض بهدلها وبهدلني وانا قاعدة على السرير، بهدل الدولاب والسجادة، بهدل الكنبة، بهدل الدنيا. ايه يعني؟ قلت لها، ضحكت قلت لها قومي يا هبلة يا بنت الهبلة يا ام بالونة، هاتي حتة وامسحي السجادة وامسحي السرير، قلت لها حتى لحاف الفايبر، وغيري هدومك. قلت لها عادي، في ايه يا مدام؟ دول اطفال. قلت لها هو قام في 6 ابتدائي، اهي اكبر من ابنك بقى. اضربها واقول لها يا فاشله يا اللي مش عارفه تعملي التجربه؟ طب ما فداها، ما تغلط وتحاول وتغلط وتحاول لحد ما تحاول تعمل التجربه كويس. وقام ما اقولكيش ياما بوظت العاب، ياما بوظت عرايس. كنت اجيب لها العروسه وعروسه قيمه، مش زي انت ما انت جايبه اللعبه حاليا بتقولي ب30 جنيه وقاعده عماله تندبي. انا كنت بجيب العروسه ب200 جنيه من كام سنه، واجي الاقيها مخلعه شعورهم. ايه يا وقام تقول لي ايه وانا بسرحها وتقلعها الفستان وتحاول تخيط فساتين تانية؟ ما عادي. امال انا بجيب لها العرايس ليه واللعب ليه؟ عشان تحنطهم ما تبوظ. فداها. قلت لهم ولاد اخواتي مش ولادي، يعني يلي بتقولي لو ما عندكيش ولاد ولا لو عندك ولاد ما كنتش قلتي وعملتي والكلام من هم دول مش ولادي، وبتعامل معاهم كده وبقول عادي. انت الولد مش صعبان عليكي وانت ضرب 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 فيه والولد هيموت في ايدك؟ يا شيخه بطلي افترا شويه وحسي بالولد اللي بيزرع حنيه يلاقي حنيه. ما تسيبيه يجرب ويمكن ربنا يكرمه ويحاول ان هو يصلح اللعبه، يحاول مره واتنين وتلاته. في يوم من الايام تلاقي ابنك ده ان شاء الله عبقري، تلاقيه مهندس بعد كده، ميكانيكا، اي حاجه يا شيخه عبقريه. لكنك انت تكبتيه، انت نموذج سيء ونموذج فاشل للام. والولد ده الله يكون في عونه ان له ام زيك. طبعا وانا بكلمها كذا حد كده كان واقف، ستات ورجاله وولاد. لقيت راجل قال لي يسلم بقك، الله يبارك لك يا بنتي في نصيحتك. فعلا المفروض تسيب ابنها يحاول مرة واتنين وتلاتة ويبوظ ويحاول، لكن مش ضرب الفظيع اللي هي عمالة تضربه بيه. ليه؟ ما تغور اللعبة. قلت له نماذج سيئة، دي بكل أسف خسرت الأمومة فيها، فاشلة بكل المقاييس. قلت لها عادي، احنا زمان واحنا أطفال أنا وإخواتي ياما بوظنا في البيت، لا عمر أبويا الله يرحمه ضربنا ولا عمر أمي ربنا يشفيها ضربتنا. عادي، أطفال، وده وارد إن الطفل يبوظ عادي. يا اختي لما قهرينك ال30 جنيه قوي وانت عارفه ان ده طفل، ده اكيد هيبوظ الحاجه ما كنتش جبتها له. لما انت ماسكه قوي على الدنيا وعلى ال30 جنيه، غيري من اسلوبك وغيري من سياستك في تربيه ابنك. احتوي ابنك وعلميه، لكن العنف اللي انت بتتعاملي بيه عمر ما هيربي. بالعكس، انت بتكسري الثقة في نفسية ابنك. لو ابنك حاول ان هو يصلح اللعبة او حاول يعمل حاجة مفيدة هيخاف منك انت فقدت الثقة فيه.
فغيري من نظامك يا مدام. وسبتها ومشيت. ادي نموذج يا جماعة من الامهات بكل اسف، الامهات الفاشلة في تربية اولادها. هو انتوا معلش الامهات اللي بتضرب ولادها علشان لعبة، انت جايبة لابنك اللعبة ليه؟ ده حلو قوي ان هو بيقول فكيتها وبحاول ان انا اصلحها، ده حلو قوي، ده انت تشجعيه. يا دي الخيبة، ده انا المفروض بقى ولاد اخواتي كنت هريتهم ضرب بقى على الالعاب اللي جبتها، ولا هريت وقام اللي بهدلت لي السجادة والسرير والكنبة، ده حتى شعري وشعرها وهدومها اتبهدلوا من الاسمنت الابيض. ولا بهدلت سليم اللي بوظ لي ساعتها الغسالة، ده انا كل ما اشوفه بضحك واقول له عليك الله اكبر ضحكة ساحرة. بس عملت بقى كالآتي بصراحة، فصلت الكهرباء عن الغسالة، في مفتاح كده في الحيطة يا جماعة، ولما بيجي بجيب ملاية قديمة واربط الغسالة جري، لكن لا بزعق ولا بعمل. في ايه؟ التربية مش ضرب وعنف، التربية احتواء. احتووا ولادكم وصاحبوهم، ده رأيي. انتوا رأيكم ايه؟ هل تصرف الأم مع ابنها كان صح ولا غلط؟ في انتظار تعليقاتكم.